باقي ما حضرتي عصير الفطور؟ اجي نحضروا هاد العصير بلا حليب وتيجي بنين ما تشبعوش منه. لنبدأ على بركة الله. غادي ناخد واحد جوج برتقالات، غادي نقشرهم ونحيد داك اللب ديالهم. هنا غادي ناخد حبة ديال الكيوي، وغادي ناخد واحد الحبة ديال لافوكا تكون طايبة مزيان، وهنا السكر على حسب الذوق بطبيعة الحال، وواحد الكاس ديال الماء. هنا غادي ناخدو أي خلاط كهربائي عندك في الدار، غادي تودعي فيه داك لافوكا، غادي نضيفو البرتقال، وغادي نضيفو داك الحبة ديال الكيوي. ما تكتروش من الكيوي باش ما يغلبلكمش على المذاق ديال لافوكا. هنا غادي نضيفو البرتقال، وغادي نحليو بطبيعة الحال. يمكن لكم تحليوه حتى بالعسل، المهم التحلية على حسب الذوق. أنا هنا خديت تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال السكر. المهم دائما التحلية على حسب الذوق. غادي نضيفو الماء وصافي، وغادي نطحنوا العصير ديالنا ونخليوه يتطحن لينا مزيان. وهذا ما كان، والعصير ديالنا واجد، وغادي نقدموه بالصحة والراحة. نتمنى انكم تجربوه تردوا عليا في لي كومونتير. صحة والراحة، وما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينة، واللي مازال ما دار ابوني يدير واحد ابوني، وكذلك لي بارطاج. مع السلامة.